لا 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 لا، ده النشيد القديم بتاع النظام القديم. اقسم بالله ما ضر البلاد الا دول القدماء. معانا الان النشيد الجديد سيكون تأسيسي وسيبث على كل قنوات السي بي سي والام بي سي من تأليف الرجل الرئيسي الفريق السيسي. الكل يصف اذانه فوق. امريكا، اسرائيل، الكويت، ايران، سعودي، اردن. واللي معاهم علامه دول معانا علامه احسن وافضل. شكرا. تريد تحكم والناس ديت مش راضيه بحكمك، تحكم ازاي؟ ده إرادة الناس. أقسم بالله ثالث مرة، مش عايز أقسم لكن يصدقوني ازاي. النظام السابق كانت عنده فرص ضائعة. من الفرص الضائعة ديت انه استخدم النظام الديمقراطي كسلم يوصل به للسلطة. احنا قلنا لا، استخدام الديمقراطية للوصول الى السلطة لا يجوز، واضطرينا ننزل عليه نزول مظلي ونكسر السلم. لا سلم ولا سلام ولا سلمية ولا اسلام. صحيح. اقسم لكم بالله العظيم ان ما عملناه ده تضحيات من الجنود ومن كل الجيش والشرطة. ويومها يوم الهجوم وفض الاعتصام اتصل بي احد الجنود، سمعت سعال وعدسات، واحد الجنود سقطت عليه الكمامة. والله كل كده عشان مصر، لان احنا بنحب مصر. صبروا الجنودنا وجنودنا داخل اوصاد الجثث من اجل مين؟ رائحة ومش متعودينهم. صبروا من اجل مصر. بتلومونا على حبنا لمصر ولا ايه؟ بتلومونا على حربنا على مصر ولا ايه؟ اقسم بالله، ومش عايز انا احلف كتير، بس اقسم بالله تاني وثالثة ورابعة لا، بس اقسم بالله العظيم الخامسة مش رابعة، ان ما كانش بيننا وبين اي دولة خارجية اي تنسيق. لا ابدا، ما كانش اي تنسيق بيننا وبين اي دولة خارجية، وانما هم نسقوا واحنا نفذنا. وما ننساش قبل ما نختم نوجه التحية والشكر الجزيل للمؤامرات العربية المتحدة، وكمان المملكة العربية السعودية. والشكر موصول للكويت والأردن ولكل الدول الخليجية اللي عارفين الديمقراطية كويس. آخر كلمة بقولها، مصر أمانة في رقابنا، وإحنا قد المسؤولية إن شاء الله. وأنتوا عارفين إنها تعاني من ازدحام سكاني، واجبنا نخفف هذا الازدحام بكل الطرق الممكنة، ولو تعبنا شوية عشان مصر مش مشكلة. عندنا ذخائر لها عشرات السنين. ازاي؟ حرام تبقى وبقى لها أسابيع وتنتهي. لا 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 لا، ضروري ننفذها، ضروري نشيلها. واحنا حريصين كل الحرص ان الناس ديت تعبر عن رأيها بمنتهى الحرية،
صحيح، كل الناس تعبر عن رأيها، لكن مش في الشارع أو الصحف أو القنوات الفضائية أو الإذاعات أو المساجد. لا 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 لا، لأنه كده يؤثر على الديمقراطية. مش كده بس، يؤثر على صحة المتظاهرين، قد يؤدي للوفاة. أذكركم بالنشيد الوطني، الكل واقف صف زانك فوق. دول اللي معهم حركة الرابعة، لا معنا حركة تانية.